3 مباريات للجيش الملكي ب3 مدربين حملوا قميص فريق الرجاء الرياضي. ستشهد 3 مباريات متبقية لفريق الجيش الملكي في البطولة الاحترافية مفارقة عجيبة، بحيث أن الفريق العسكري سيواجه 3 أندية يشرف على تدريبها 3 رجويين، وسيواجه الفريق العسكري في الدورة 28 شباب السوالم الذي يتولى تدريبه رضوان حيمر لاعب الرجاء الرياضي سابقا. وفي الدورة 23 سيكون الجيش الملكي في مهمة صعبة لمواجهة المغرب التطواني بملعب الأخير، علما أن مدرب الحمام البيضاء هو عميد السابق للرجاء الرياضي عبد اللطيف جريندو. وفي الدورة الأخيرة سيخوض الجيش الملكي الديربي الرباط ضد فتح الرباطي الذي يدربه الرجوي السابق كذلك جمال السلامي. ويحتل الجيش الملكي حاليا الصدارة ب 64 نقطة بفارق مؤقت عن فريق الرجاء الرياضي ب4 نقاط، على اعتبار أن النسر الخضر في مباراة ناقصة سيخوضها في وقت لاحق أمام نهضة بركان. وقبل ما نكملوا الاخوان، نتمنى نلقى الدعم ديالكم بالاشتراك في القناه، وشكرا لكم جميعا. موعد مباراة الرجاء الرياضي ونهضة بركان. قررت العصبة الاحترافية تأجيل الدورة 28 من البطولة لإفساح المجال لإجراء مباريات كأس العرش على أن تعود عجلتها للدوران في الأسبوع المقبل، بحيث يوم الخميس سيواجه نهضة بركان ضيفه الجيش الملكي بالملعب البلدي في مدينة بركان. وقررت العصبة كذلك توحيد موعد المباريات المتبقية من البطولة الوطنية. من خلال هذا الإجراء يسعى لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي المنافسين الوحيدين على لقب البطولة الاحترافية لهذا الموسم. وهذا القرار سينطبق كذلك على الأندية التي تصارع من أجل البقاء. أكسل مايو يعرقل انتدابات فريق الرجاء الرياضي. أصبح الرجاء الرياضي ملزما بتسديد 400 مليون سنتيم للغابوني أكسل مايي، وهو المبلغ الذي يمثل مستحقاته المالية العالقة بذمة الفريق الأخضر. وبخصوص هذا الموضوع، فإن الرجاء الرياضي قد توصل في وقت سابق لاتفاق مع الغابوني أكسل مايي لفسخ عقده بالتراضي مقابل حصوله على 80 مليون سنتيم، غير أن عدم التزام الفريق الأخضر بتسديد المبلغ في الوقت المناسب دفع بالمهاجم الغابوني أكسل مايي إلى اللجوء إلى الفيفا للحصول على جميع مستحقاته، واعتبار الاتفاق السابق ملغيا. وينضاف أكسل مايي إلى لائحة اللاعبين الذين حصلوا على أحكام لصالحهم ضد الرجاء الرياضي في محكمة طاس، وهم على الشكل التالي: الحارس السابق غاية مرباح، ومحسن متولي، وعبد الإله الحفيظي، وإلياس الحداد، وحميد أحداد، ومروان الهدهودي، ومروان فخر، ومحمود بن حليب. وأصبح الرجاء الرياضي حاليا مطالبا بدفع 2 مليار سنتيم لرفع عقوبة المنع من الانتدابات للسنة المقبلة. الرجاء الرياضي يجر مدرب الجيش الملكي إلى لجنة الأخلاقيات. قرر فريق الرجاء الرياضي وضع شكاية ضد نصر الدين نابلي مدرب نادي الجيش الملكي بعد تصريحاته الأخيرة اللا أخلاقية بعد هزيمته أمام حسنية أكادير. وقدم نادي الرجاء الرياضي شكاية ضد نابلي لدى لجنة الأخلاقيات بعدما اعتبر نفسه مستهدفا بالتصريح الذي قال فيه رغم الداء والأعداء، حيث يعتقد فريق الرجاء الرياضي أن هذا الكلام الذي وجهه نصر الدين نابلي لنادي الرجاء الرياضي. الرجاء يهزم الوداد في ديربي الأمل. تمكن أمل فريق الرجاء الرياضي من الفوز على أمل فريق الوداد ب1-0 في مباراة الديربي التي جمعت بينهما بملعب محمد بن جلون. وتمكن فريق الرجاء الرياضي من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب المهدي مشخشخ في المباراة التي جمعتهم في إطار الدورة 25 من البطولة للقسم الثاني هوات. هزيمة أمل الوداد جعلته يغادر إلى القسم الثالث هوات، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد 18 نقطة. الفيفا يمنع 12 ناديا مغربيا من التعاقد، والرجاء أكبر المتضررين. انضم نادي فريق الرجاء الرياضي إلى قائمة 12 فريق مغربيا ممنوع من القيام بالتعاقدات خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب كثرة ملفات الموجودة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضي الطاس. وقررت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضم الرجاء الرياضي إلى قائمة الأندية الممنوعة
حتى الآن من التعاقدات بعد صدور حكم جديد لفائدة الحارس الجزائري غيم رباح ضد فريق الرجاء. وتضم قائمة الأندية المغربية الممنوعة من التعاقدات في الميركاتو الصيفي المقبل كل من الوداد الرياضي وشباب المحمدية واتحاد طنجة والمغرب الفاسي ومولودية وجدة، كذلك أولمبيك أسافي والدفاع الجديدي وشباب قصبة تادلة ورجاء بني ملال وأولمبيك خريبكا والمغرب التطواني. وتقدر قيمة الديون المتراكمة لدى الأندية حتى الآن إلى 35 مليار بعدما كانت 29 مليار، وهذا ما قد يهدد عددا من الأندية بالإفلاس. مستشهر جديد بالرجاء الرياضي. نجح فريق الرجاء الرياضي في التوقيع على صفقة العمر التي من شأنها التخفيف من معاناة الفريق المالية، بحيث كشف رئيس الرجاء الرياضي محمد بودريقة عن نجاحه في الحصول على عقد مستشهر جديد مع مؤسسة عالمية. ستظهر العلامة التجارية للشركة المذكورة على قميص فريق النادي الرجاء الرياضي خلال الموسم المقبل. وحسب ما صرح به بودريقة فإن العقد الذي سيجمع الرجاء بالمستشهر الجديد سيقضي بالتوصل الرجاء الرياضي بمنحة مالية قدرها 1.5 مليار سنتيم كل سنة. كما أكد بودريقة أن العقد يمتد ل5 سنوات، مما يعني أن الرجاء طيلة هذه المدة المتفق عليها من العقد سيحصل على 8 مليار سنتيم. الرجاء يستعيد خدمات بورزوق والمقعازي ويترقب البرمجة. استبشر الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي بقيادة المدرب الألماني جوزيف زيمباور خيرا باستفادته من عودة لاعبين أساسيين في التشكيلة الرسمية للفريق الأخضر ابتداء من المباراة المقبلة التي ستجمعه بفريق نهضة بركان، بحيث غادي يعزز الثنائي بورزوق ومتوسط الميدان محمد مقعازي تشكيلة النسور الخضر في مباراة نهضة بركان المؤجلة بسبب التزام هذا الأخير في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، الأمر الذي سيجعل أبناء القلعة الخضراء في عطلة قد تمتد لأسبوع. ويطمح الرجاء الرياضي في أن تبرمج العصبة الوطنية المغربية لكرة القدم المباراة مع نهضة بركان في نهاية الأسبوع الحالي. كما أن فريق الرجاء الرياضي ضمن وبشكل رسمي مقعدا في دور أبطال إفريقيا في الموسم المقبل بعد احتلاله المرتبة الثانية برصيد 60 نقطة، إلا أن طموحات الرجاويين لم تقف عند هذا الحد، بل أن الفريق الأخضر ملزم بالفوز بجميع المباريات وانتظار هفوة من المتصدر فريق الجيش الملكي، ولما لا التتويج باللقب الذي غاب عن خزينة الفريق الأخضر لمدة طويلة.